السلام عليكم يا شباب. تخيل معايا إن كل النهاردة اللي إحنا شايفينه زي الأرض والشمس والنجوم كان في يوم من الأيام مجرد نقطة صغيرة جدا. طب إزاي النقطة الصغيرة دي اتحولت وبقت كون ضخم في مليارات المجرات؟ وإزاي الكواكب اتكونت؟ وإيه الأشكال الغريبة اللي موجودة في الفضاء؟ النهاردة هنتكلم عن سر بداية الكون، ونفهم إيه اللي حصل من أول لحظة لحد ما بقى عندنا الكون اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي. خليك معايا للآخر، لأن في معلومات هتخليك تبص للسما بشكل مختلف تماما. أول حاجة هتكلم عنها وهي بداية الكون. العلماء بيقولوا إن الكون كله بدأ بحاجة اسمها الانفجار العظيم من حوالي 13.8 مليار سنة تقريبا. الكون كله كان مجرد نقطة صغيرة وكانت سخنة جدا، وفجأة حصل تمدد ضخم جدا للنقطة دي. وبعد الانفجار العظيم اللي حصل بدأت مادة غريبة تكون أجسام صغيرة جدا، ومع مرور الوقت الجسيمات دي بدأت تتجمع مع بعض بسبب الجاذبية. وبعد ملايين السنين التجمعات دي كونت نجوم ضخمة بدأت تضيء في الفضاء، والنجوم دي لما اتجمعت بأعداد هائلة بدأت تتشكل المجرات زي المجرة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. وبعد ملايين السنين بدأت تتكون النجوم دي بتتولد من سحب ضخمة من الغاز والتراب في الفضاء. وبعدين حوالين النجوم دي بدأ التراب والصخور يلموا في بعض، ومع الوقت اتكون الكوكب زي كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه دلوقتي. وأصبحت أنواع الأجسام في الفضاء كتير جدًا، ممكن لو إحنا هنتكلم عليها نعمل منها أجزاء، ومنها النجوم والكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات والمجرات والثقوب السوداء. والثقوب السوداء هي أخطر أنواع الأجسام في الفضاء. تعالوا نبدأ كلامنا عن النجوم. تخيل إن الشمس اللي إحنا شايفينها دي ضخمة جدًا، لكن هي في الحقيقة مجرد نجم متوسط في الفضاء، وفي نجوم تانية أكبر منها بمئات المرات. وفي نجم يعتبر من أصغر النجوم اللي تم اكتشافها واسمه القزم الأحمر، ومميزاته إن هي النجم ده صغير وحرارته قليلة ولونه مايل للأحمر، ممكن يعيش مليارات السنين. ومن النجوم المتوسطة زي نجمنا الشمس، لأن حجمه أكبر من النجم الصغير وأصغر من نجوم كبيرة جدا. الشمس دي تعتبر نجم متوسط وحرارتها 5500 درجة مئوية على السطح. وفي نجوم عملاقة ودي بتكون نجوم أكتر بكتير من الشمس، نجم اسمه ألديباران. والنجوم دي بتكون حجمها ضخم وبتكون في مرحلة متقدمة من العمر. تعالى بعد كده أكلمك على أنواع الكواكب في الفضاء. العلماء قدروا يقسموا الكواكب لأكتر من نوع، ده على حسب الحجم والتركيب. ومنها الكواكب الصخرية، ودي كواكب سطحها صلب زي الصخور، زي عطارد والزهرة والأرض والمريخ، لأن هما صغيرة نسبيا وسطحها صخري وقريبة من الشمس. وبرضه الكواكب التانية في مجموعتنا الشمسية هي كواكب غازية عملاقة، لأنها أساسا مكونة من الغازات زي المشتري وزحل. وده لأن هم أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ومفيش فيها سطح صلب، مليانة غازات الهيدروجين. وفي كواكب جليدية، دي كواكب فيها غازات وجليد كتير زي أورانوس ونبتون. وده ليه؟ لأن هم أساسا بعيدة عن الشمس جدا ودرجات الحرارة فيهم منخفضة جدا. والكواكب ترتيبها بيبتدي من الأصغر للأكبر، وأولهم كوكب عطارد، وبعد كده المريخ والزهرة والأرض ونبتون وأورانوس وزحل والمشتري. لو فاكر إن الكواكب بتاعة المجموعة الشمسية بتاعتنا هي الكواكب الوحيدة في الكون، أحب أقول لك إن أنت غلطان، لأن العلماء اكتشفوا الآلاف الكواكب بره المجموعة الشمسية، وبعضها غريب لدرجة إن أنت ما تكونش مصدق إنها موجودة أصلا. زي أولهم كوكب المطر الحديدي، وهو الغريب فيه الحرارة بتوصل فيه 240 درجة مئوية، والحديد على سطحه بيتبخر بسبب الحرارة، ولما يوصل للجانب البارد من الكوكب ينزل مطر من الحديد السائل. وفي كوكب تاني اسمه كوكب الزجاج الطائر، والغريب فيه إن الرياح سرعتها بتوصل ل 800 كيلو متر في الساعة، وفي الكوكب ده بيمطر الإزاز، والرياح بتطير شظايا الإزاز بسرعة مرعبة. في كوكب تالت وهو كوكب الماس، العلماء بيعتقدوا إن ده جزء كبير من الكوكب مكون من الألماس، لأن حجمه تقريبا ضعف حجم كوكب الأرض، وقيمته لو اتحسبت ممكن تبقى أغلى كوكب في الكون. وبعد كده يجي دور الأقمار. الأقمار دي أجسام بتلف حوالين الكواكب بسبب الجاذبية، يعني بدل ما تلف حوالين النجوم لأ هي بتلف حوالين الكواكب، لأن هي أساسا لأ بقى معايا إن في كواكب عندها قمر واحد بس زي الأرض، لكن في كواكب تانية عندها أكتر من 80 قمر وهو كوكب زحل، ودي بتختلف من كوكب لكوكب. في برضه كواكب ما عندهاش ولا قمر زي كوكب عطارد والزهرة، هم أساسا الاتنين ما عندهمش ولا قمر. وفي
المريخ عنده قمرين، وفي المشتري عنده 95 قمر، وبعدهم زحل عنده 146 قمر، وأورانوس 27 قمر، ونبتون 14 قمر. وفي النهاية الجزء الجاي هكلمكم عن المذنبات والكويكبات والثقوب السوداء.